يا ترى بعد ما نتخرج هنلاقي شغل؟ لا يا ابني، انت بتحلم. يا ابني خليك متفائل. لما نشوف الدكتورة رندا هتقول ايه النهارده في آخر محاضرة. صباح الخير يا شباب. كتير منكم هيواجه مشاكل ما بعد التخرج. لحظة التخرج هي اللحظة اللي بتكون مستنيها طول سنين دراستك، لكن فجأة بدل الفرحة هتلاقي نفسك واقف بتسأل نفسك وبعدين. فرص الشغل صعبة وتكاد تكون مستحيلة، والظروف الاقتصادية متدمرة. هيكون جواك ضغط وقلق وصراع وخوف، خوف من المجهول، خوف من بكرة، خوف من الاختيار الغلط. ده طبيعي. الفترة دي هي بداية تكوين مستقبلك الحقيقي، وهنا هتدخل في حيرة وهيكون جوا عقلك أفكار كتير. يا تشتغل أي حاجة وخلاص، يا تستنى الفرصة تجيلك لحد عندك ويفضل عقلك يدخل في مقارنة بينك وبين أصحابك اللي حواليك. واللحظة دي هي لحظة الخطر، علشان بيكون جواك فراغ رهيب، والفراغ ده هو أساس التفكير السلبي اللي هيخليك يا إما تكون عاطل شغلك بس تقعد على القهاوي وتعتمد على فلوس أبوك، يا إما تكون مدمن أو بلطجي. علشان كده اسمعوني بهدوء وركزوا في كل كلمة. مرحلة الشباب هي مرحلة الطموح وبناء الأحلام. بيكون جواك أحلام كتير، لكن للأسف بتتصدم بالواقع المؤلم، ومن هنا بتدخل في ضغط نفسي. علشان كده انت لازم تخرج من الدوامة من غير ضغط نفسي بخطوات بسيطة. هنبعد عن الفراغ وهنشغل عقلنا باكتساب مهارات جديدة وهنتعلم لغات. العالم حواليك دلوقتي معتمد على البرمجة واللغات، وده واضح جدا. التعليم مش محتاج منك غير انك تظبط وقتك وتدخل على وسائل التواصل الاجتماعي بضغط الزرار. فانت دلوقتي مش مطلوب منك علشان تتعلم مهارات جديدة انك تروح المكان، لا، انت هتتعلم وانت قاعد في مكانك. فبدل ما تروح تقعد على القهوة او تسمع اغاني هابطة، هتتعلم لغة وهتتعلم برامج الذكاء الاصطناعي. ده اولا. بعد كده امسك الورقة والقلم، حط اهدافك. ابتدي بالهدف البسيط. حط جوه عقلك ان اهلك علموك ودفعوا عليك دم قلبهم، فانت هنا لازم تنشف علشان ترد الجميل. بلاش تخلي هدفك عالي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. الهدف البسيط لما تنجح فيه هيوصلك للهدف اللي اعلى منه. فلو ما لقيتش شغل في مجال دراستك اوعى تيأس، محدش دلوقتي بيشتغل بشهادته. هتدور في مجال قريب من دراستك ومن طموحك. بلاش تحط جوه عقلك انك حر وما تحبش حد يتحكم في قراراتك. لو حابب تعمل مشروع بسيط اعمل، بس ادرس الخطوة صح. ولو هتشتغل في مكان خاص يبقى لازم تستحمل علشان تتعلم وتكبر. صدقني الصغير مع الخبرة بيكبر. والفترة دي مهمة جدا علشان هتبتدي تكون السي في الناجح المليان بالمهارات الجذابة القوية اللي هتقدر بيه تقدم في أي مكان وانت واثق من نفسك. هي دي الخبرة وهي دي البداية. ويا شباب، خلوا شبكة علاقاتكم مكونة من ناس ناجحة، ناس عندها طموح. الناجح هيعليك والفاشل هيضيعك. وفي النهاية، العمل بعد التخرج هو رحلة كفاح محتاجة منك صبر وإرادة وتخطيط ناجح وسريع بوضع الأهداف الواقعية علشان تقدر توصل زي ما ناس كتير وصلت. فنجاحك بدايته خطوة، احسبوها صح علشان تقدروا تردوا الجميل، وبلاش تضيعوا تعب السنين وانتوا واقفين ومستنيين.